ما بين ان التطهير ده هيحصل على مراحل، يعني مش هيحصل بكره. يعني عمليه التطهير وان الناس تحس زي فتره من الفترات حسينا ان في تغيير. المرحله دي ازاي نعيشها، او ازاي لو يعني انا في رايي الشخصي يعني ان المرحله ديت هترجعنا تاني او بتاخدنا مرحله الانفلات الامني، ان اللي كان كل واحد مسؤول عن بيته، كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد مسؤول عن جاره. لو نقدر نقول هي دي هنحلها ازاي؟ هي دي مسؤوليه مين؟ هل دي مسؤوليتي؟ لا، مسؤوليه الجهه التشريعيه اللي احنا فوضناها. طيب دلوقتي، طيب انا اقترحت اقتراح في اول الحلقه. اتفضل يا سيدي. مجلس الشعب امبارح خد قرار ان هم بسحب الثقه من الحكومه. وانهم يشوفوا دستوريه سحب الثقه، فلقوا ان في مش عارف قانون 56 و58 قبل الوحده وبعد الوحده، فبيبحثوا في الناحيه القانونيه. انا قلت انا بقول ان الدكتور كمال الدنزوري عليه ان يرفع الحرج عن مجلس الشعب وهو يتقدم باستقالته، عشان مفيش حد يا استاذ ابراهيم بيقدم هي دي مشكله يا دكتور. بس انا بتصور، انا دلوقتي ما انا بتصور دلوقتي عشان نخلص، عشان احنا عايزين بقى دلوقتي احنا ما بنخلصش يا استاذ ابراهيم. اذا كان اتحاد الكره نفسه مش عايزين يسيبوا الاتحاد، مفيش حد بيقول انا غلطان. لا، هو سمير زاهر في دي، عشان اصلح لك لان المعلومه اللي وصلت لك ممكن تكون مش مظبوطه. اتفضل. سمير زاهر اللي قاله كابتن سمير زاهر، انا برضه غبته بس يعني. لا انا برضه كمان مره الكابتن سمير زاهر صديق يعني وانا هنا لا اتحدث عنه. لا مش القصد. لا، هو الراجل طلع وقال انا ما عنديش اي مشكله في الإقالة. انا ما عنديش اي مشكله في الإقالة خالص. قال ايه يا دكتور مدحت؟ ان ده مش من حقه او ده قانون. لا هو بيقول ايه، احنا مستنيين التحقيق معانا. يعني تحققوا معانا فيما حدث في هذا الموضوع. اذا ثبت ادانتنا في هذا الموضوع خلاص خير وبركه، انما اذا ثبت ان احنا مش مدانين في هذه الوقائع، يعني ده وجهه نظره، ده اللي قاله. تمام. الكلام ده غلط ولا صح؟ خدت بالك؟ انما انا دايما بقول عندما تحدث مشكله، لما قطر سكه حديد يبقى الوزير اللي قدم استقالته، لما غفير مزدقان ما يقفلش المزدقان والسكه. بس ده هي دي المسؤوليه. هي دي المسؤوليه. ده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مظبوط. يعني المسؤوليه تقع على صاحب القرار، حتى لو انا صاحب مطعم وما بروحوش. عشان كده بندين ممدوح اسماعيل، وما كانش هو اللي غرق العباره.